السلام عليكم، معكم فوزية من قناة حيل وافكار مع فوزية. كنرحب بكم ونقول لكم اهلا وسهلا، نورتوني في القناة. فيديو اليوم غيكون متنوع، غنتكلموا فيه ان شاء الله على عملية عزل الاسطح والجدران من تسرب المياه، ثم عن الرخام والجرانيت اللي عملته بالبيت مع بعض النصائح والتوجيهات. فإلا كان كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تبخلوش علينا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نشوفوا شنو كاين في هذا الفيديو. بداية قبل ما نتكلموا على عملية عزل الأسطح عن تسرب المياه، غنقولوا أولا علاش كنعملوا هذه العملية، وإلا ما درناش هذه العملية أشنو كيطرى. أول حاجة السقف كيتشرب الماء عبر الشقوق، والنتيجة السقف ديال البيوت أو المنزل كتولي سوداء وكتغمل وكتخسر أي صباغة كنا مطبقينها على السقف. ثاني حاجة إلا كنا عاملين ديكور القبس كيقدر يطيح. ثالث حاجة أي تسرب المياه فهو كيتلف الحديد، يعني كيصدي. بالنسبه لعزل السطح عن تسرب المياه فكاين عده طرق. كاين اللي كيستعمل الزفت، وكاين اللي كيستعمل السيراميك او الفايونس، ولكن هاد الانواع تستعمل ملي كنسالو البنيان. بالنسبه لينا حنا باقي ممكن نكملوا عمليه البناء، داكشي علاش استعملنا هاد النوع من الطلاء. وهاد عمليه الطلاء كتكون على جوج المراحل. كتصايب الفورمه للسطح، يعني كتقاد الارض بواحد الخليط تاع السيمه او الاسمنت مع الماء، ولكن قبل كتنظف السطح من الشوائب والاتربه باش تبقى مقاده وكتسقى بالماء. حنا هاد العمليه ديال الفورمه كنا عاملينها قبل، دزنا مباشره للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه وهنا هي الطلاء، خدينا واحد السطل تقريبا اللي قدنا حنا عندنا في مساحه 180 متر، قدنا سطل ديال 20 كيلوغرام، وخدينا الطلاء الاحمر. تقسم قسموا الصباغ على جوج. بالنسبه للاول خففوا بالماء وطبقوا على السطح باش يدخل جميع الشقوق، وخلاه نشف تقريبا 24 ساعه. بالنسبه للمرحله الثانيه طبق النصف الثاني بدون اضافات، ولازم نشير الى ان الصباغ طبق هذا الطلاء في المساء، لانه كما قال الصباغه ما كتبغيش الحراره ديال الشمس. بالنسبه لاحسن الصباغه اللي ممكن نخدموا بها السطح فهي اما كولورادو، هي الاولى من ناحيه الجوده، ثم من بعد ديالها من بعدها اطلس. ونفس الصباغه ونفس العمليه عملناها لتغليف المنزل من الخارج، فقط الفرق كاين في اللون، وهذا اللون كيتسمى بالمامونيه. وكما كتشوفوا في الفيديو انا صورته قبل نزول المطر وبعد نزوله باش تشوفوا ان هذه الطريقه كانت جد ناجحه وما خلاتش مياه الامطار تسرب سواء السقف العادي او السقف اللي فيه الديكور. تقريبا غيكون عندنا ثلاثه الانواع ديال الرخام اللي غنتكلموا عليهم، واحد في الكوزينه وهذا ديال الدروج، وواحد اخر درتهم في واحد الكوطيات ديال الصالونات غنشوفوهم. كما قلت لكم اول حاجه غنشوفوا هذا ديال الدروج، هو سميتو كريمه مارفيل. كما كتشوفوا فهو في المنظر كيجي رائع جدا. خدمته انا اختاريت انا نخدم لا مارش وكونتر مارش، يعني البلاصه اللي تنحطوا عليها رجلينا وتحت من الرجل بالرخام، هكا جاني حسن. يعني حسن مثلا من انني ندير نص مثلا فايا ونص رخام، جاني ما خدامش ليا. وبالنسبه لهاد البلينتات فاختاريت هاد الشكل هذا اللي كيمشي مع كل درجه، حسن من هذاك الشكل الاخر اللي كيجي بحال شكل المثلثات كيبان، هو ما كيجيش في المنظر ما كيجيش زوين، هذا كيجي مزيان. نطلعوا وحنا كنتكلموا على الرخام. تشوفوا هاد باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيبان، كيجي راقي ورائع جدا. هاد النوع ديال الرخام اللي كتشوفوا هو كريمه مارفيل، وهو تقريبا الفرق ما بينه وما بين بيرلاتينو كيكون غلا من كريمه مارفيل. كريمه مارفيل تقريبا شي 650 حتى تقريبا ما بين 600 و 700 درهم. بالنسبه للبيرلاتينو فهو دار تقريبا شي 800 درهم. الفرق ما بيناتهم هو ان هاد كريمه مارفيل فيه بحال هكا، فيه هاد الزواقه بحال العريقات، وبالنسبه بالنسبه للبيرلاتينو فهما كيكون عندها خطوط طويله، يعني تقريبا متوازيه. هذا هو الفرق. اما بالنسبه للكاليتي فهي نفس الكاليتي اللي كاينه بحال اللي كاينه في كريمه مارفيل، بحال اللي كاينه في بيرلاتينو. وانا شفتهم بجوج وفكر فضلت هذا اللي كيبان فيه بحال العريقات، وحتى من الزليج اللي درتو الفوق
الفايونس تا هو خدمته بنفس، تا هو خديت كريمه مارفيل وتا هو بحال هكا فيه نفس العريقات. يعني حتى ها نتوما طلعوه تشوفوا معايا، يعني حتى في الفرق في اللون ما كيبانش واحد الفرق كتير. غنطلعوه بحال هكا بشويه باش نشوفوا كيفاش كيبان. صراحه عجبني عجبني في الاختيار. في الاول كيكون في الاختيار كيكون صعيب بزاف ملي كتكون خدام على كتكون كتختار في انواع كثيره والوان كثيره ديال الرخام، كيكون من الصعب انك تختار. ولكن في الصراحه ملي خدمته وطبقته في الدار وداك الشيء، ملي خدمته وطبقته في الدار عجبني، ما ندمتش عليه. هنا فقط درت هذه الدرجه هذه في دخول البارطما ديال هذا ديال البروميي. هذا هو الزليج اللي قلت لكم راه تيشبهوا حتى هو كريمه مارفيل، حتى هو كيشبهوا في هذاك العريقات وفي اللون. يعني اللي شافوا ما كيبينش، ها انتم كما كتشوفوا راه ما كيبانش فرق كبير. بالنسبه لهذه راها رخامه، وبالنسبه لهذا راه فايونس. فوالا في المنظر كيجي عاطي للعين، وفي نفس الوقت كيفتح الدروج. يعني الا بغيت تخدم على ديكورات ولا شي حاجه كيجيك من السهل انك تحط دير اي ديكورات مثلا بغيتي تخدم بهم ولا شي حاجه كتجيك مزيانه مع هذا الباج هذا. هنا حبست فقط في هذه الدرجه، فين حبست درت هنايا رخام، ومن بعدها درت هاد الفايونس اللي كيشبه ليه كما كتشوف. كاين هذا النوع الثاني وهو نوع اسود عادي جدا، يعني غير ماشي شي رخام اللي هو مميز. خدمته فقط في هاد ما بين الصالونات، هاد الحيوط اللي ما بين الصالونات. هنا فقط خديت واحد النموذج اللي عندي انا لتحت باش تشوفوه معايا. عادي، وتقريبا الثمن شي 300 او 400 درهم، ما عقلتش بالضبط. يعني حتى في الثمن ديالو راه رخيص. هذا اللي عملت في الكوزينه فهو غرانيت ماشي رخام. والفرق ما بين الجرانيت والرخام هو ان الجرانيت كيصبر وما كيشربش اي مواد كتسكب فوق منه. ما كيطبعش باي ماده، سواء اتاي سواء حامض سواء يعني اي حاجه اللي تقدر تطبع الرخام اللي كتبان في الرخام مثلا وكتطبعوا في الجرانيت. لا، الجرانيت ما كيشربش، ما عندوش هذه الميزه ديال انه كيتشرب المواد. وهذا هو اللي كيخليه انه كيتفوق على الرخام، وهو اللي كيخلي الناس انهم كيختاروه هو السبب اللي كنعملوه في الكوزينه. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم وخديتوا منه بعض الافكار. كنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله مع فكره جديده وموضوع جديد. الى اللقاء.